ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ النهارده هنتعلم حاجه ازاي نهاجم وازاي ندافع لما نعمل وندير مباراه سباعي او ثماني. انا همشيها ان في حارس مرمى وسبعه في الملعب، يعني 8 لعيبه. هنبني على ده السباعي برضو يعني. خلاص هنشوف بس ثواني، هنجهز اللعيبه اهو. الطريقه الافضل في اللعب لما يبقوا 7 لعيبه في الملعب غير حارس المرمى انك تلعب 3-1-3. طريقه اللعب ليه 4-4-2 والكلام ده، بس ده عشان 11 لاعب، فاحنا هنبقى 7 لعيبه في الملعب 3-1-3. خلاص. طبعا حارس مرمى، باك رايت، سنتر باك، قلب دفاع، باك ليفت، تمام، لاعب خط وسط، ويبقى صانع العاب برضو، لان انت مع يعني عندك ايه مثلا في الأربعة 3-3 11 لاعب، 3 لعيبه في الملعب، واحد ديفندر بيقطع الكرات، وواحد بيروح من الصندوق للصندوق، واللاعب التالت بيبقى صانع العاب. ففي السباعي اللاعب اللي في النص هو اللي يقوم بالثلاث ادوار دول عشان مفيش غيره. خلاص، بيبقى ديفندر وصانع العاب، وينج رايت، مهاجم، وينج ليفت. نبص بقى كده اهو. حارس المرمى 3 لعيبه، ديفندر 3 لعيبه في الهجوم، يبقى كده توتال 8 لعيبه، 7 في الملعب وحارس مرمى. خلاص. طيب طبيعي جدا، طبيعي جدا الكوره وهو مع حارس المرمى في حاجه اسمها ايه؟ اقفل الملعب بتاعي. يعني اول حاجه هنتكلم فيها. طب اول حاجه حارس المرمى مع الكوره، خلاص، لازم تقول للعيبه هو 3-1-3 دي طريقتنا، لكن مش طول المباراه انت هتفضل 3-1-3. يعني حارس المرمى مع الكوره، انا عايز العب ايه؟ في عندك حاجتين، يا يلعب الكوره العاليه للمهاجم او للوينج. فهنا انت بتقول للعيبتك ايه؟ انت بتقول للحارس ايه؟ اقفل جوه الملعب. الحارس المرمى بيقول للعيبه كده، يبقى هيلعب ضربه المرمى جوه. ازاي بقى؟ بتضم دول كده كده كده، ويطلعوا هنا اهو. اطلع بنفس الرسمه 3-1-3، ولكن بتضيق المساحه. يعني ما بين اللاعب واللاعب بعد ما كان 7 ياردة بقى 3 ياردة اهو. خلاص. هو يوم لاعب الكرة العالية. طيب ده رقم 1 لما الكرة تبقى مع الحارس. طب رقم 2 مش هيلعب الكرة العالية، هيعمل ايه؟ هيحضر من تحت. المفروض يعمل ايه؟ بنبقى احنا واقفين كده اهو، ايوه الوقفة الأساسية بتاعتنا. خلاص. يعمل ايه بقى الحارس؟ فين الباك رايت والباك ليفت؟ ركز بقى معايا اهو. بتطلع الباك رايت لقدام، مش هو هنا الباك رايت بيطلع لقدام ويخش مكانه السيرد باك، وهنا ده في النص. خلاص. يبقى الحارس لازم في مرحله البيلد اب لازم في مدافع على اليمين ومدافع على الشمال، والديفندر في نص الملعب بيستقبل عشان لو مضغوط يلعب بقى الباص كده او كده. ده التحضير. اوعى تقول لحارس المرمى يلعب، لو هنرجع من البدايه، يلعب للسيرد باك في الحته دي. لا، الحته دي تبقى فاضيه لمين؟ للديفندر. وطب السيرد باك يروح فين؟ قول له بقى يطلع فوق الباك رايت ولا فوق الباك ليفت. خلاص. ويفضل بالاتفاق مع الحارس لو هيلعب ناحيه الباك رايت تعمل زياده عدديه، تخلي المدافع فوق الباك رايت. لو هيلعب للباك ليفت هنا تخليه يعمل زياده عدديه هنا. خلاص. يبقى احنا مثلا حارس المرمى هيلعب للباك رايت، طبعا الفريق المنافس مش عارف ده، فانت بتعمل حاجه حلوه. ايه بقى هي الحاجه الحلوه الاول؟ فانت بتقول للسيرد باك يطلع فوق الباك رايت زي ما انا قلت لك، عشان الديفندر ينزل كده خطوتين لورا لقدام. يبقى دي اهو باك رايت، والمدافع اليمين والمدافع الشمال ولاعب خط النص. خلاص. احنا قلنا نلعب ناحيه اليمين عشان خليت السيرد باك يطلع فوق على اليمين. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي يحصل؟ تلعب الكوره لده. خلاص. لعبنا الكوره للمدافع اللي هو ناحيه اليمين. كده انا ببدا التدرج بالكوره للهجوم. ايه بقى هنا؟ اقرب لاعب لمين؟ الديفندر ده بينزل له خطوتين،
والسيرد باك اللي كان هنا. بقى عملنا ايه؟ مثلث. شكل ايه؟ تعبان والله اليومين اللي فاتوا اللي انا ما قدرتش ارد عليك فيهم. يلا الحمد لله. هنفرض فيه لعيبه من الخصم. خلاص اهو، مش انا قلت لك هنا خلاص عملنا مثلث هنا. لو هنا لاعب من الاصفر وثلاث لعيبه من الحمر اللي هم بتوعك، مين اللي يقدر يعدي؟ اكيد اللعيبه من الاحمر، 1 2 1 3 وهكذا. خلاص تمام. طيب لو في 2 لعيبه برضو هيبقى انت اكتر 3 لعيبه على 2. دي جمله تكتيكيه لازم تتنفذ بقى ازاي نطلع من الحاله دي. خلاص اوكي. ادي اهو بتلعب بقى مثلا لما لاعب الكوره اللي هنا الديفندر بيقرب منه يفتح له زاويه تمرير وفوقيه سيرد باك. ممكن بقى يلعب للاعب ده كده خلاص، واللاعب ده يلعب لده، وده بقى ايه قدامه بقى المرمى يباص يروح يعمل يباص للوينج للمهاجم وهكذا. ودي بقى ايه طبعا حسب ظروف المباراه. انا مش هقدر ارسم لك السيناريو 100% يتقلد، مستحيل عشان ما اضحكش عليك. خلاص ده كده تلعب الكوره. كذلك الناحيه الثانيه اهو، لو قلنا مثلا الكوره مع حارس المرمى، قلنا الكوره العاليه انت لو عايز تعملها اعملها، مش هتعملها عايز تطلع من تحت زي ما قلت لك السيرد باك يجي هنا خلاص فوق الباك ليفت، الديفندر ينزل كده اهو تمام. العب على الاطراف لده او لده، وبعد كده ده يقرب، بقينا مثلث. ابدأ اعمل بقى اي جمله 1 2 كده في ده تمام، واطلع اتدرج. دي كده انا ازاي اهاجم. طب ازاي ادافع؟ نرجع للوقفه العاديه بتاعتنا اهو. الكوره هنا مثلا مع الفريق التاني، سيبك منه، دي الوقفه بتاعت 3 1 3 خلاص. في حاجه اسمها ايه؟ انا 3 1 3 في الحاله الدفاعيه ممكن تبقى 5 1 1. طب ازاي 5 1 1 اهو؟ الباك رايت بيضم سيرد باك جنب سيرد باك، والباك ليفت بيضم سيرد باك. المساحه دي فاضيه والمساحه دي فاضيه اهي، بنزل فيها الوينج رايت والوينج ليفت. يبقى الوينج رايت بقى باك ليفت والوينج ليفت بقى باك ليفت. الوينج رايت بقى باك رايت سوري، والوينج ليفت بقى باك ليفت. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ ها قول لي بقى. 5 لعيبه واقفين على خط واحد، والديفندر هنا والمهاجم بينزل لتحت. يجي بقى الفريق الاصفر يهاجم من هنا، هيلاقي لاعب هنا وده كده. هيجي لاعب مثلا من هنا تمام، والكرة هيلاقي لاعب هنا. طب لو اللاعب ده الوينج ده هنا، ايه اللي هيحصل؟ الحته دي هتبقى فاضيه، فالوينج ده لازم يبقى هنا. ده افضل حاجه. طيب هنهاجم ازاي؟ خدنا الكوره بقى، قطعنا الكوره، دي حاجه اسمها الترانزيشن. الترانزيشن دي اللي هو التحول من الهجوم، من الدفاع للهجوم. انا قطعت الكوره هنا، انا مش ببدا من ضربه المرمى زي ما انا علمتك، لا انا ببدا هنا ان انا قطعت الكوره. اول ما اللاعب بيقطع بالكوره بيباصي للي جنبه ويروح يفتح مساحه، وده يروح لمكانه وده يروح لمكانه وده يروح لمكانه. طبعا بتفرق جدا لما يبقى معاك لعيبه بتعرف تسلم وتستلم. اللعيبه ما بتعرفش تسلم وتستلم ما تلعبش ماتشات اصلا. لعيبه بتعرف تسلم وتستلم وتتحرك تعمل ده. خلاص احنا وقفنا دفاعيا، انا وينج وقفت ورا اهو، قطعنا الكوره، الوينج بيروح لمكانه، الديفندر يروح لمكانه، السيرد باكات ترجع مكانها، والباك رايت والباك ليفت وهكذا اهو. 3 1 3 الشكل القديم بتاعنا. ونبدا نتدرج. الكوره طلع ضربه مرمى، حارس المرمى عنده حاجتين، يلعب الكوره العاليه يلعب الكوره اللي على الارض اللي انا زي ما علمتك. دي ابسط شكل للطلوع بالهجمه والدفاع والهجوم في التماني. لو فهمت حاجه لو في حاجه قصدي سوري ما فهمتهاش ابعت لي تمام.